الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فيا رب لا تحرمنا فضلها وقيامها وأجرها العظيم. وهذه فائدة نادرة ذكرها العلامة الشيخ عبد الله القصير رحمة الله عليه، أن من اجتهد في كل ليلة من ليالي العشر على أنها ليلة قدر فإنه يعطى أجر ليلة القدر بإذن الله، يعني تعطى أجر 10 ليالي قدر، لأنك في كل ليلة تتحراها وتجتهد أنها ليلة قدر، ولذلك تعطى في هذه العشر أجر 10 ليالي قدر. وهذا فضل عظيم بهذه النية الصادقة الصالحة. يا ليلة القدر آمالا نعانيها، ومن محياك تأتينا غواليها. يا ليلة زانها الرحمن جملها، فيها العطاء وما أدراك ما فيها. فيها السلام من الهادي تردده ملائك نزلت والروح حاديها. يقول عمرو بن قيس: العمل فيها خير من عمل 1000 شهر. هي لا تساوي 1000 شهر، لا تساوي 84 سنة، وإنما هي خير، وهذه الخيرية مخفية عنا، ومن الواضح أنها يعني أجور مضاعفة عظيمة. قال محمد بن جرير الطبري: أنزل هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي الليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة. القضاء السنة يفرق في هذه الليلة، من مرض، من مواليد، من رزق، من صحة، من غير ذلك، الله يفرقه في هذه السنة. فأسأل الله يكتب لي ولكم كل خير. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتيتك يا رب أشكو الونى، أبوء بذنبي وضعفي أنا، فما كان يا رب مني هناك دعوتك فاغفره لي ها هنا. وخذ بيدي أنت بر كريم، تضعضع حالي وزال الهنا. فيا لله، كم لله علينا من منة، وكم أسبغ علينا من نعمة، وكم أجزل لنا من ثواب. فالرب الكريم رتب أجرا يفوق عمل 80 سنة مقابل قيام ليلة واحدة أخفاها في هذه الليالي العشر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، يعني تنازعوا وتخاصموا، وهذه مشكلة الخصومات تفقدنا خير كثير، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 و7 و5. المهم أن الإنسان يجتهد في هذه الليالي كلها. وكما تعلمون كنا نتباشر بدخول رمضان، والآن ما بقي منه إلا 9 ليالي، ففرصة عظيمة أعطاها الله إياكم أن نستثمرها بكثرة الاجتهاد. أسأل الله يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وفقني الله وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.